عندنا باش نحضروا الكعبه نص كيلو تاع الدقيق اللي غادي نديروا فيه قريصه تاع الملح، عندنا 2 معالق كبار تاع الزيت، عندنا بيضه، يبغى يديرها صفر يقدر يديرها صفر، ندرسها كامله. عندنا 125 تاع الزبده، وعندنا 2 معالق كبار تاع العسل. صافي كنخلطوا المقادير باش ترمل لينا ديك الزبده. نسيت ما ذكرتش لكم مزهر باش غادي نعجنوا مع اللي بغى يدير شويه الماء يقدر يدير شويه الماء نعجن حتى بمزهر. كانت لك بحال هكا يعني تدخل ديك الزبده والبيض والعسل. صافي كناخذ مزهر ما تكونش جاريه، بعد صافي تجمعات غندلكها شويه غير خفيف صافي وغادي نجمعها. بعد ملي جمعناها ماشي ما كندير الكوات يعني بزاف، غير كنجمعوها نخليها في بلاصتها ترتاح. ندوزو لعقدة اللوز. عندنا كيلو تاع اللوز طحنتو المره الاولى وعاودتو المره الثانيه مع نص كيلو تاع السنيد. عندنا البسكه حره اللي دقيتها، عندنا شويه القرفه ماشي بزاف يعني حيت لا كويتو بزاف غادي تغلب على الطعم تاع اللوز. وعندنا 50 غرام تاع الزبده سبيسيال، عندنا 50 غرام ديال الزبده سبيسيال. كديروا ديك 50 غرام ديال الزبده سبيسيال دوبتها، حيت كانت في الثلاجه داكشي علاش دوبتها. الا كانت بحراره المطبخ تحتاجوش تذوبوها. ودرت واحد القريصه تاع الملح باش تقاد ديك الذوق تاع الحلاوه وخدت هنايا 4 العواشق تاع الزهر باش نخلط هاد العقده. اللي بغى ينسمها بالحامض، اللي بغى ينسمها بالليمون شو الليمون، يبغى سكينجبير معسل، واللي بغى يخليها في ذوق اللوز غير مزهر. درت غير شويه القرفه باش ما يخسرش لي مذاق اللوز، كنبغيها طبيعيه الكلاسيكيه عاديه العقده. حتى اللي بغى يدير شي شكل مختلف على العقده راه يزيد ينسمها. بعد مني كندلكوها مزيان
صافي كتشكل بسهوله. شفتوا كيفاش كتولي عجينه واحده، تولي بحال العجينه متبقاش تقطع. كنشكلوها الشكل اللي بغينا. شفتوا ها هي ونخدموا بها كتجي روعه. شفتوا كندير لكوها مزيان باش تعطي الطوع لاي يعني غريبه تاع حلوه تاع اللوز، عفوا كعبه، الكعك، الكورني، اي شكل الغريبات تاع اللوز، اي شكل تقدري تخدمي به. شفتوا ما كتطلق لا زيت لا والو، كتجي زوينه. ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واللي بغى يدير عجينه اللوز او شي حاجه راه يدير هذه الطريقه. درت انا تقريبا 5 العواشق تاع مزهر. صافي هادشي باش عجنتها ودلكتها مزيان. كتولي تابعنا العجينه نخدموا بها اي شكل.